هذا التقليد الذي سنه الإخوة منذ سنوات يدل على أن الإعلام يتطور، ولكن الإعلام في حاجة إلى التكوين، إلى الورشات، إلى اللقاء، إلى تبادل التجارب. ولذلك فالبعد الدولي لهذا اللقاء بحضور اللبنانيين والمصريين والتونسيين والموريتانيين بالإضافة للمغاربة أساسي، وأعتقد أننا في حاجة إلى تكوين جيل جديد يدعم ما قدمه الجيل السابق. حضرت هنا بخصوص المنتدى الدولي الرابع للإعلام، بنناقش تحديات الإعلام بأفريقيا والدول الإفريقية والدول العربية. ورقة العمل اللي هناقشها هتكون بخصوص آليات السوق وتأثيره على الإعلام والوعي العربي. الوصول ديال المنتدى الى الدوره الرابعه هو يعني نجاح بالنسبه لنا وتحدي، يعني نحن في التحدي ديالنا اننا جعلنا على الاقل لمده 4 سنوات ان المنتدى يوصل يستمر، وكنتمناو انه يستمر بدعم الجميع من مجالس جمعيه وجهات، لانه منتدى اكادير، وكما قلت كيجعل من اكادير عاصمه اعلاميه وكيروج السياحيه لمدينه اكادير. اذا فهذا المنتدى هو في صالح المدينه وفي صالح الجهه. بالنسبه لتوقيع الكتاب، والكتاب يعني جاء في واحد السياق بان باعتبار ان جامعه اعلاميه بامتياز، وان فيها تتضمن تكوينات اعلاميه. بالاشياء اللي وجدناها وان كاين فراغ في مجموعه من المحاور او المواضيع المتعلقه بالاعلام. اذا فكان همنا هو اننا نوفروا للطلبه واحد الكتاب اللي ممكن انه كيسد مجموعه او كيطرق مجموعه من المواضيع ربما اللي ما لقاوش فيها يعني كتب او ابحاث. عبد القادر امين. بالنسبه للمنتدى الرابع اللي الان تجري المراحل ديالو، الحقيقه كان الدكتور حسن حميز الباحث والاستاذ الجامعي ورئيس المرصد خلى الفرصه للطلبه باش هما ينظموا هذا الملتقى هذا باش ياخذوا واحد التجربه. وبالفعل اغلب اللجان التنظيميه اللي كانت من طرف الطلبه، وكان اتخذت مجموعه ديال اللجان، لجنه التنظيميه، لجنه القاعه، لجنه الافتتاح، لجنه الاعلام، لجنه اللوجيستيك. وتيتبين لي انه الافتتاح الحمد لله داز مزيان وجيد. الحضور ديال الاعلاميين كان تقريبا حضور كامل، هؤلاء كلهم اللي كانوا كينتظروا الحضور ديالهم، باستثناء شي حاله او جوج اللي باقي ما التحقوا نظرا لظروف الطيران. حضروا الدول العربيه كما تشاهدون، كاين مصر، كاين تونس، كاين الامارات، كاين مجموعه من الدول العربيه اللي كانت حاضره. واعتقد انه النتيجه بالنسبه لنا حنا كاعضاء اللجنه التنظيميه راه توفقنا في المسائل ديالنا.